انت عارف ان انت ممكن تروح في داهية وانت بتشتري شقة ويتنصب عليك لو ما رجعتش الورق كويس. احكي لكم الحكاية. جالي حد هيشتري شقة، فانا براجع الورق الاول بتاع الشقة. المهم انت هتشتري من مين يا ريس؟ هتشتري، قال لي هشتري من فلان الاستاذة دي. فبراجع الورق اللي قالت الملكية ليها عن طريق الميراث الشرعي، هي واخوها في البيت. المهم تمام، بصدر العقد مسجل. بنفحص الملكيه، بس ده جزء تاني، ان احنا بنفحص الملكيه ونراجع الورق ونراجع الرخص والكلام ده كله قبل ما نشتري، بس بيبقى ليه تكاليف معينه. ففي معظم الناس ما بتحبش. المهم المشكله ما كانتش في الموضوع دوت. المشكله كانت في ايه بقى؟ هو عايز الشقه ثمنها 2 مليون جنيه، وهو عايز يكتب العدد 800 الف جنيه علشان يوفر للبائع ضريبه التصرفات العقاريه. طبعا الموضوع ده بالنسبه لي بيضايقني جدا، لانه بيترتب عليه مشاكل كتيره، وممكن يترتب عليه تهرب ضريبي بس المهم انا قلت له ما فيش مشكله، هنعمل عقد تاريخ قديم ونمشيها. طيب، قلت له بس انا ليا شرط واحد. ايه هو الشرط دوت؟ قلت له ان اخو البائعه يجي يمضي على العقد دوت كشاهد. قال لي ليه يا استاذ احمد؟ قلت له ليه؟ قلت له لان ده اخو البائعه ده وريث شرعي، فهو له حق الشفعه. قال لي ده اخو البائعه اصلا بيتخانق معاها وفي ما بينهم خلافات وهم ما بيكلموش بعض، وهو كان عايز البيت وبتاع. قلت له يا نهار ابوك اسود، انت عايز تعمل عقد ب 800 الف جنيه وندخله المحكمه ونعمل عليه صحه توقيع، يقوم اخوها جايب صوره من العقد ومقدمه هو ويقول لك خد يا باشا 800 الف جنيه، 850 الف جنيه همت، ويودعهم لك في المحكمه ويقول لك انا ليا حق الشفعه في البيت، وحقه. وساعتها يبقى الفتاكه بتاعتك اللي انت عملتها دي خسرتك 2 مليون جنيه، وده حقه وقانوني ورسمي 100%. الحمد لله. طبعا لما انا لقيت الموضوع ده كده قلت له لا، ده الشقه بقى مش هتتكتب ب 2 مليون، ده هتتكتب ب 2 مليون ونص. وهو عشان المشاكل اللي موجوده دي هو يلبس بقى هو التصرفات العقاريه، لان انا مش هرسك بموكليه واقول له يكتب شقه واخوها في ما بينهم وبين بعض مشاكل، ف موكلي يخسر فلوسه بس. والحمد لله عدت على خير.